في عالم الرياضة نؤمن باللعب النظيف، ولكن أحيانا يعتقد البعض أن الطريق إلى الفوز يستحق خدعة صغيرة. إليكم مواقف من أشهر لحظات الغش في تاريخ الرياضة. دورا رادجن هي رياضية ألمانية وبطلة أولمبية، شاركت في المسابقات الدولية والبطولات المحلية للسيدات. مش كده وبس، دي حطمت الرقم القياسي العالمي في الوثب العالي في فيينا سنة 1938. حصلت على الميدالية الذهبية بقفزة بلغت 1.67 متر، وهو رقم قياسي لم يحقق من قبل. ولكن في 21 سبتمبر سنة 1938 البطلة ديت كانت على موعد مع حدث غير حياتها تماما للأبد. فبينما كانت على متن القطار السريع المتجه من مدينة فيينا إلى كولونيا، اشتبه مسؤول التذاكر في القطار في دورة، وأبلغ الشرطة إن في راجل بيرتدي زي فتاة. لذا قامت الشرطة على الفور بالقبض عليها ووجهت إليها تهمة الاحتيال والتزوير. وفي هذا الوقت لم تجد دورة أمامها إلا البوح بقصتها. بعد تردد شديد قالت إنها في الأصل راجل ألماني يدعى هاينريش رادجن، وتظاهرت بأنها امرأة. والأمر دوت حسم تماما بعد كشف الأطباء عليها، وأنهى هذه البطل أو البطلة الاعتذار عن ممارسة الرياضة من جديد. لانس أرمسترونغ هو لاعب دراجات أمريكي فاز ب7 ألقاب متتالية في سباق تور دي فرانس، وبيسموه سباق طواف فرنسا. لكن حقيقته ظهرت لما تم اتهامه سنة 2012 بتعاطيه منشطات. مش كده وبس، ده اترفعت عليه دعوة قضائية من لجنة مكافحة المنشطات الأمريكية. كان أرمسترونغ بيمتلك جمهور كبير في أمريكا، لكن بسبب الفضيحة ديت خسر كتير من جمهوره. مش كده وبس، ده سحبوا كل الألقاب التي حصل عليها كلها. ومن هنا سقطت أسطورة رياضية أمام أعين العالم. روزي رويز هي عداءة ماراثونية أمريكية كوبية الأصل. في 21 إبريل سنة 1980 فازت رويز بسباق ماراثون بوسطن للسيدات في زمن قدره 2 و31 دقيقة و56 ثانية. الزمن ده كان أسرع زمن مسجل لعداءة في تاريخ ماراثون بوسطن. مش كده وبس، ده ثالث أسرع زمن مسجل لعداءة في أي ماراثون على الإطلاق. بس المراقبين لاحظوا حاجة، لاحظوا إن رويز ما كانتش بتنهج. مش كده وبس، معلهاش كمية العرق اللي تغطي العدائين في المسافات الطويلة ديت. وبصوا على جسمها لقوا ساقيها، عضلات ساقيها الاتنين مش عضلات عداءة تقطع المسافة ديت بالسرعة ديت. وبالتالي بدأوا يبحثوا ورا خط السير بتاعها، واكتشفوا مفاجأة. اكتشفوا انها ركبت المترو وانضمت لسباق قرب النهاية، وبالتالي سحبوا الجايزة بتاعتها فورا. لويس روستو ملاكم بورتريكي فاز على الملاكم الأمريكي بيلي كولينز سنة 1983 فيها 10 جولات. ولكن في نهاية المباراة مدرب بيلي كولينز ووالده تحقق من قفازات لويس، ووجد أن القفازات غير قانونية، وقدموا طلب للجنة نيويورك الرياضية لفحص القفازات. ومن خلال التحقيقات وجدوا أن روستو أزال الحشو الداخلي للقفازات ووضع بدلا منها جبس لتصبح أقوى. طبعا ده سبب أضرار بالغة لبيلي كولينز، وسبب له تمزق في قزحية العين. يعني مش غشاش وبس، غشاش ومؤذي. خلال الألعاب الأولمبية مونتريال 1976 خرج الرياضي السوفيتي بوريس أونيشينكو بفضيحة مدوية بعد أن عمل تعديل على سيفه في رياضة المبارزة بشكل يجعله يسجل لنفسه نقطة كلما أراد ذلك، حتى دون لمس جسد الخصم. والحيلة دي اتكشفت
بعد أن أخطأ أونيشينكو وسجل لنفسه نقطة رغم أن خصمه كان بعيد جدا عنه، وتم معاقبته بالحرمان من المشاركة في الألعاب الأولمبية مدى الحياة. الغش ممكن يديك فوز مؤقت، لكنه بيسرق منك شرف الرياضة للأبد. في رأيك مين أسوأ رياضي غشاش شفته في الفيديو؟ شاركنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك للمزيد من القصص الصادمة. وشكرا.